اهلا بيكم في الفلوج بتاع النهارده. احنا النهارده رايحين مدينه فرايبورغ، هي مدينه في جنوب غرب المانيا في ولايه بادن فورتنبرج. دي الولايه اللي انا اصلا عايش فيها، وهي مشهوره انها واحده من اجمل المدن في المانيا عشان فيها تاريخ طويل وطبيعه خلابه زي ما انتم شايفين حوالينا. كذلك احنا النهارده هنطلع فوق قمه عاليه، هنبدا ان احنا نشوف المدينه من فوق. يعني هنا كده المفروض دي فرنسا، صح؟ الضباب احنا شايفينه جبال الإلب. الألب. لا، جبال الفوجيزن. المدينة دي كمان تعتبر من أهم المراكز البيئية لأنها مهتمة جدا بالاستدامة والطاقة المتجددة، وكذلك هي على الحدود. كمان بيطلقوا على المدينة دي هي مدينة الشمس علشان الشمس فيها بتبقى ساطعة بشكل كبير، وبتعتبر من أكتر المدن اللي بتعتمد على الطاقة الشمسية في ألمانيا. لكن طبعا احنا كل ما نطلع فوق بنلاقي إن الجو تلج زي ما انتم شايفين. ففيها يعني ممكن تلاقي كل المواسم وانت ماشي كده. طبعا فيها قرى صغيرة كتير، القرى دي تعتبر قرى سياحية، معرفش الناس دي طلعت لحد هنا ازاي ولكن دي هي بداية الغابة السوداء. فانت لو رحت فرايبورج لازم تزور الغابات السوداء اللي انت شايفها في الخلفية دي، والمنظر الجميل اللي انت هتشوفه هناك، لان الغابة السوداء دي يعني تنفع تزورها في كل المواسم، لأنها تتميز بمناظر طبيعية ساحرة، وبتقدم أنشطة كتيرة زي المشي وركوب الدراجات وكذلك التزحلق على الجليد. وزي ما انتم شايفين أصلا ممكن بيوت تأجرها تعيش فيها مثلا لوحدك كده في الطبيعة مع نفسك، فاهم؟ وكذلك لو انت شفت كده ليه هي مشهورة او ليه هي اسمها الغابة السوداء، هتلاقي ان فيها دايما الطابع الاسود من كتر ما الشجر مزدحم مع بعضه كده. فلو نزلت تحت هتلاقي ان فعلا السواد انت مش شايف حاجة خالص. فكذلك برضه لما تبص من بعيد بتلاقي ليها سودة، لكن بتشوف فنادق كتير جدا في القرى اللي حواليها زي ما انت شايف كده. القرى اللي حواليها تعتبر زحمة لأن هي تعتبر حاجة سياحية جدا المدينة ديت، والأسعار فيها بتكون كويسة بعيدا عن المواسم بتاعة السياحة. وطبعا فيها بحيرة مشهورة احنا شايفينها اهو دلوقتي قدامنا، بس البحيرة دي يعني بتتجمد في الشتاء. واحدة بقى من أجمل الحاجات اللي أنت هتاخد بالك منها إن هو في طريق العودة بقى، أو طريق إنك تنزل من الغابة السوداء، لأن الغابة السوداء كبيرة جدا بس احنا كنا في نقطة عالية. إنك تنزل للغابة السوداء في ممر اسمه ممر الجحيم. ممر الجحيم ده هو مسمينه كده فعلا، ولو سمعتوا راجل هيقول حتى هنا أهلا بكم في جهنم. دي جهنم هنا. بتولع. لان انت لو دخلت الممر حتى لو بالنهار هتلاقي ان دايما حتى الساعه دلوقتي المفروض 3، هتلاقي ان دايما الجو فيه ضلمه، وعشان خاطر ما فيهوش اضاءات كتيره فبيبقى فيه سنه كده صفار نتيجه الاضواء اللي موجوده في الشارع دي. فتحس ان انت وانت جاي من بعيد، لو انت جيت مثلا في وقت يكون الدنيا ضلمه شويه، تحس ان هو فعلا منطقه سودة وفيها نقط برتقاني شغاله، فعشان كده اسمها الجحيم يعني. بس كده ده فلوج خفيف في فرايبورج، اتمنى تكونوا استمتعتوا، وهشوفكم في فيديو تاني. سلام.